السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأستاذ أنور العشير من قناة Become Engineer Academy وقناة Code with Anwar. لا تنسوا التواصل معي على السوشيال ميديا التي تركتها لكم: الواتساب، فيسبوك، رقم هاتف. تستطيع أن تتواصل معي فيما تريده، ليس هناك أي مشكل من جانبي. إذن في هذا الهيكزاديسيمال سيستم. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نشرح الهيكزاديسيمال سيستم. إذن ديسيمال 10 الهيكزا 6، يعني النظام السادس عشري أو 16 مما يتكون من 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الذي هو النظام الذي نعرفه جيدا، بالإضافة إلى الحروف A B C D E F. إذا لو حسبت هذه الأرقام ستجدها 16. إذا ما المقابل الخاص بها في الباينري؟ إذا هنا سوف، بما أنه يعني هيكزاديسيمال أو 16، فهي 2 أس 4. إذا سوف أستخدم 4 بيتات. إذا 1 10 11 100 101 110 111. هذه الأمور نعرفها. الآن سوف نبدأ 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111. إذن هنا في النظام الخاص بنا، هنا لا نقول بأنه تقابل 10، ولكن سنقول A B C D E F حتى نضبط الأمور الخاصة بنا. حتى نكتب هذه الكودات صحيحة سوف أكتب هكذا حتى لا يقع لكم أي مشكل. إذن هنا 10 11 12 13 14 15. وهنا الأوكتا لدينا 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 و 17. وهنا لدينا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. والحروف A B C D E F. إذن هذا هو الجدول، يعني هذا هو الجدول الذي ينبغي أن تعرف كيفية كتابته، لأننا سوف نستعمله بعد قليل، لأنه مفيد جدا في التحويلات ما بين السيستمز. إذن هنا نفس الشيء. كيف أحول مثلا هذا الرقم مثلا A3F A3F من النظام السادس عشري إلى النظام العشري الخاص بنا. إذن نعرف طريقة: نضع الأسات وأكتب البيز التي هي 16، أضع الأس وأضرب في الرقم. إذن الرقم F هو 15. إذا عدت إلى هذا التيبل فإن F هي 15 بالنسبة لحسابنا، حساب الديسيمال، زائد 16 أس 1 ضرب 3 زائد 16 أس 2 ضرب هنا A التي هي 10، وأحسب. إذن هذه 1 يعني 15 زائد 16 في 3 يعني 48. هنا 136 في 10. إذن عدد معقد، سوف أستخدم الحاسبة. 16 أس 2 ضرب 10 2560 2560. هنا أقوم بعملية حسابية بسيطة: 2608 2623 في النظام الخاص بنا. الآن سوف نقوم بنفس العملية. إذن سنقوم بأخذ العدد 2623 الذي حصلنا عليه، وسوف نقوم بتحويله إلى النظام السادس عشري، وسوف نرى إذا يعني سوف نحصل على نفس النتيجة أم لا. كما قلت لكم من قبل، الويت أو الوزن الخاص بهذه الأرقام، فهذا نسميه العدد يعني الأقل وزنا بما أنه على اليسار، وهذا العدد الأكثر وزنا، هذا نسميه LSD
أو least significant digit، وهذا ال MSD most significant digit. لمن يريد فقط هذه الأسماء least significant digit، وهذا most significant digit، فقط لمن يريد التسميات. بالنسبة للconversion من يعني الديسيمال إلى الهيكزاديسيمال، هنا الأمر بعض الشيء معقد، لذلك أرجو منكم أن تنتبهوا جيدا معي. لدينا 2623، إذا ما سوف نقوم به هو أننا سوف نقسم على 16، لكن الآن لن نقوم بنفس الطرق التي قمنا بها من قبل. إذا calculator سوف نقوم بتقسيم العدد كاملا على 16. كما تلاحظون 163.937. سوف نكتب هذا العدد، سوف أكتبها الآن بطريقة مختلفة. إذن 2623 مقسومة على 16، قلنا بأنها 163.9375. إذن نأخذ هذا الرقم صحيح نكتبه هنا ونقوم بقسمته مرة أخرى على 16، ونأخذ هذا الرقم الذي من بعد الفاصلة الذي هو يعني 93.75 ونضربه في البيز التي هي أو الأساس التي هي 16. ماذا يعطينا؟ 15. إذن هذا نضربه في 16 يعطينا 15. إذن هنا 163 والباقي 15. جيد. الآن نقسم 163 مقسومة على 16 تعطينا 10.875 لا 1875. نفس الشيء نأخذ هذا الرقم صحيح ونضرب الذي بعد الفاصلة في 16. إذن يعطينا 10 والباقي ريميندر هو 0.1875 في 16. إذن هو 3. الآن بما أن العدد المتبقي أصغر من 16 إذن ليس من الضروري نقسمه، ولكن نستطيع أن نقسمه، وبالتالي فإنه 0 والباقي 16. الآن أخذ هذه 10 أخذ هذه الأرقام كما تلاحظون 10. إذا عدنا إلى هذا الجدول ما الذي يقابل 10 هو أو ما الذي يقابل 15 هو إف. إذن يعني هنا هذا هو يعني الرقم الذي حصلت عليه في الأخير هو الموست significant digit، والرقم الذي حصلت عليه في الأول هو least significant digit. إذن أحول هذا 10 ل A، والثلاثة تبقى 3 والخمسة 10 هي F. إذن A3F. إذن هذا هو الرقم الذي سأحصل عليه، وهو نفس الرقم هنا. حتى بالنسبة للتحويلات الأخرى أستطيع أن أقوم بهذه الطريقة، غير أن التحويلات الأخرى تكون سهلة بعض الشيء، لذلك لا نلجأ إلى هذه الطريقة المعقدة. ولكن في حالة يعني في الحالات التي تكون البيز يعني أصغر من الديسيمال البيز الخاصة بنا، ولكن عندما يكون العكس هنا أضطر لاستخدام هذه الطريقة، لأنني لا أريد أن أستخدم معكم طريقة أخرى معقدة، مثلا كأن أخذ هذه الأرقام فقط تبقى 10 ويجب أن أضيف الاثنان لا أستطيع أن أنقص منها، يجب أن أضيف واحد من العشر. هذه طريقة معقدة جدا، لذلك هذه هي أبسط طريقة ولو أنها معقدة بعض الشيء. لكن لا أظن بأن شخص يعني رياضي
وكان علمي خلال دراسته سوف يجد أي صعوبة في هذه الطريقة. إذن سوف أقوم بتوقيف التسجيل هنا. في الحصة القادمة إن شاء الله، بما أننا رأينا جميع التحويلات ما بين الهكزاديسيمال والديسيمال وما بين البيزات الأخرى والديسيمال، يعني كذلك تستطيع أن تحول بهذه الطريقة إلى أي بيز. مثلا لو أخذت البيز 5 فلا يكون لديك أي مشكل، يعني إذا أردت أن تحصل على الديسيمال تقسم على البيز، إذا أردت أن تذهب من الديسيمال إلى تلك البيز تقسم على البيز، إذا أردت أن تذهب من البيز إلى الديسيمال تستخدم الفورم بولينوميال. إذن سوف نوقف هذا الفيديو كما قلت لكم هنا، وفي الحصة الجاية إن شاء الله سوف نرى كيف ننطلق من بيز X إلى بيز Y، يعني لن نتحدث عن الديسيمال.